إن هذا الأمر يحتاج منا إلى أن نفقهه وإلى أن نعيه قبل أن نقع في الورطات وتتبع ذلك اللطمات. لا ترضى لنفسك أيها المسلم بأمر يعود عليك بالضرر يوم لقاء الله رب العالمين. فليحذر المسلمون من هذا، فإن الأمر في غاية الأهمية. فيقول يا رب قتلني وقد قلت لا إله إلا الله. ما أكثر الذين يقتلون من يقولون لا إله إلا الله، ليحذروا على أنفسهم. فهذه من الأمور العصيبة التي يحسب لها حساب والتي ينظر لها المخارج والنجاة والسلامة. كم من مسلم مصلي يصلي لغيره ويصوم لغيره ويحج لغيره، لأنه وإن صلى وصام وهذه عبادات عظيمة، إلا أنه عندما يتعدى على الآخرين يأتي في يوم القيامة وتؤخذ حسناته فيصير مفلسا. إن لقيت الله وأنت مظلوم فأنت المنصور هناك وأنت المقبول هناك، ولك صولة وجولة يوم لقاء الله. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنهم غزوا في سرية إلى نجد، فجرى القتال بين المسلمين وبين المشركين، فكان رجل من المشركين يفتك بالمسلمين قتلا، فقام أسامة بن زيد رضي الله عنه واتجه إليه بسيفه ليقضي عليه وينتقم منه. فلما رأى هذا المشرك أسامة مقبلا عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقام أسامة وضربه حتى مات. وقال أسامة في نفسه ما قالها إلا خوفا من السيف، لم يقلها مريدا للإسلام وصادقا في الدخول في الإسلام. هكذا تأول أسامة رضي الله تعالى عنه، فبلغت القضية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعى أسامة ثم قال لأسامة يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال الشراح يعني أنه تأتي لا إله إلا الله يوم القيامة فتكون حجة للمقتول على من قتله، فيقول يا رب قتلني وقد قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليحذروا على أنفسهم ويتركوا التأويلات التي فيها تكفير المسلمين وإخراج المسلمين من الإسلام من أجل أن يستمر ويجري القتال. هذه قضية عصيبة في يوم القيامة. وقد جاء من حديث ابن عباس وابن مسعود وجندب ابن سمرة رضي الله عنهم، وفي حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضي الله يوم القيامة بين الناس في الدماء، بين الناس في الدماء، فيجيء الرجل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، هذه الخصومة سل هذا فيما قتلني. فيقول الله يا عبدي لما قتلت عبدي؟ فيقول لتكون العزة لفلان. فيقول الله إنها لي وليست لفلان، ثم يبوء بإثمه ويسحب إلى النار، ويسحب إلى النار. فتجري الخصومة بين القاتل والمقتول من المسلمين إذا كان الأمر كما سمعتم. وهكذا أيضا فالمسلمون بحاجة إلى الأخذ بالحيطة في هذا الأمر. ولقد أخرج الإمام ابن سعد في طبقاته بإسناد حسن أن الحسن بن علي رضي الله عنه سئل لما تنازلت عن الخلافة؟ قال إني خشيت أن يأتي يوم القيامة 70,000 أو 80,000 تنضح دماؤهم كلهم يستعدي الله فيما سفك دمه، كلهم يستعدي الله
فيما سفك دمه. هؤلاء يخاصمهم الله جل شأنه، ينتقم الله منهم لهؤلاء المظلومين، ينتقم الله من الظالمين لهؤلاء المظلومين. فحذار حذار من المعاملات السيئة بينك أيها المسلم وبين المسلمين. انظر ماذا تعمل وماذا تصنع مع المسلمين.